المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: المجلس الشعبي في الإقليم الجنوبي يعقد اجتماعه الدوري في مندفر. تطور في خدمات الأشعة في مستشفى أروتا. العداء راهيل دانييل تفرز المركز الأول في سباق اختلاق الضاحية المقام في بلجيكا. ماكرون ينتظر توضيحات من بوركينا فاسو بشأن انسحاب القوات الفرنسية. إيران سترد بالمثل في حال إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب. وفرقاطة روسية تشارك في تدريبات مشتركة مع الصين في جنوب أفريقيا. أهلا بكم مشاهدينا. عقد المجلس الشعبي في الإقليم الجنوبي في 21 من يناير في مدينة مندفرة اجتماعه الدوري 21 تحت شعار نتصدى بلا تراخي ونجتهد للتنمية بالصمود. وقال رئيس المجلس الأستاذ والداي جبراي أن تمتين الوحدة والحماية الوطنية أساس قوي للبرامج التنموية الفعالة وحماية السيادة، وتتطلب في هذا الشأن مساهمة فعالة من أعضاء المجلس. وناقشها المجلس في الاجتماع الذي شاركت فيه الجهات التنفيذية الحكومية والجبهة مواضيع تمكن من تقديم أعمال إدارية فعالة والخطوات التي يمكن اتخاذها. وقدم المجتمعون آراء وتوصيات بناءة أهمها إيجاد حلول في مجال الخدمات الاجتماعية والمواصلات والعمل لاكتمال متطلبات المؤسسات الصحية والتعليمية، وخلق بيئة صلبة لإقامة الغرف التجارية في المدن لتنمية الدخل وتقوية المراقبة. في الختام دعا المجتمعون الإدارات للقيام بعمل قوي لإنجاح برامج حماية وحفظ الأشجار والدفع بالتسهيلات المساهمة في اقتصاد الطاقة، وكذلك تقوية مساهمة المواطنين في حماية التربة والمياه، وأن تعمل كافة الجهات الحكومية بالتنسيق فيما بينها. وأحث حاكم الإقليم الجنوبي السيد أبتاب تسويق المجلس الشعبي لتحمل دور مسؤول لتنفيذ لوائح وإعلانات الحكومة وتصحيح المخالفات، وكذلك متابعة التحصيل الضريبي في أوانه. أفاد مسؤول قسم الأشعة بالإنابة في مستشفى أروتا المرجعي في أسمرة السيد سلمان برهاني إحداث تطور نوعي في خدمات القسم عبر القدرات البشرية المؤهلة والمعدات المتطورة. وذكر أن القسم يقدم خدمات تشخيص أمراض النظام التنفسي والرأس وأورام السرطان والنظام البولي والنظام الهضمي وغيره عبر الأجهزة الرقمية التي أدخلت منذ عام 2004. وأشار إلى تقديم القسم التعليم التطبيقي لطلاب كلية العلوم الصحية. وأوضح الدكتور يوناتان حقوس الذي يقوم بدراسات عليا في القسم أن الاستثمار الجاري في القدرات البشرية يخلق دافعا في خدمات القسم مستقبلا. ودعا سيد هبت حقوس الذي عمل ل30 سنة في القسم الشباب للاستفادة الجيدة من الفرص التعليمية المتاحة وخدمة الشعب بتفان وإخلاص. قيم مكتب إدارة الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر أنشطته منذ عام 2020 وحتى 2022، وبحث برامج عام 2023 في اجتماع عقده في من 16 وحتى 18 من يناير في مدينة قندع. وقدم في الاجتماع الذي شارك فيه مدراء ومديريات فرو وقندع ومصوع وشعب وقلعلو ودهلك مسؤولو المؤسسات الصحية، قدمت فيه تقارير برامج رعاية الأمومة والطفولة ومكافحة وعلاج الأمراض. وأوضح مسؤول المكتب الدكتور هينوك تكيان التقييم يساعد في التعرف على جوانب القصور والمصاعب والعمل بقوة التنظيم، داعيا مدراء الإدارات والضواحي لتعزيز دورهم في جهود رعاية الأمومة والطفولة ومكافحة الأمراض المعدية عام 2023. وكذا مدير مديرية قندع السيد عمر يحيى على استعداد الإدارات والشعب لتقديم المتطلبات لإنجاح مهام وزارة الصحة. دعا مدير مديرية حقات بالإنابة السيد ناصر عمر شباب المديرية بتقوية التنظيم واستغلال موارد محيطهم. أوضح لقائه يوم 17 من يناير الجاري الشباب العمال ومدراء الضواحي وممثلي الجبهة والناشطين في الفن وأعضاء لجنة أصدقاء الشباب. أوضح أن إدارته ستتعاون في الأنشطة الشبابية. وقدم قدام المناضلون شرحا في الاجتماع حول تجاربهم منادين الشباب بتقوية التنظيم تماشيا مع المرحلة. ودعا مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد بشير محمد إدريس لتعزيز دور الشركاء
للدفع بأنشطة الاتحاد. من جهة أخرى، قام أكثر من 120 من الشباب العمال في مديرية عصب بزيارة المواقع التاريخية في 20 من يناير الجاري. وجاءت الزيارة التي جرت إلى دفاعات بوري ودحتم ضمن برامج أسبوع الشباب الذي بدأ في 10 من يناير. وقدمت في الزيارة توضيحا حول التصدي القوي لإفشال غزو الويالي. حازت العداء راهيل دانييل المركز الأول في سباق اختراق الضاحية المقام في بلجيكا في 22 من يناير الجاري. وأكملت راهيل البالغة من العمر 21 عاما السباق الممتد إلى 8 كيلومترات في 28 دقيقة و41 ثانية. وقد حققت راهيل هذا الإنجاز متحدية الأجواء المغطاة بالثلوج. وقالت في تصريحات أدلت بها بعد السباق أنها بذلت جهودا حثيثة للفوز بهذا السباق رغم الثلوج والطين، مشيرة إلى جاهزيتها المنافسات القادمة. كما تتوج العداء راهيل بهذا الفوز والميدالية الذهبية للمرة الرابعة، إضافة للانتصارات الباهرة التي حققتها في سباق إيطاليا المنتظم في 8 من يناير الجاري وأسبانيا في 14 من يناير الجاري، إضافة إلى سباق مندفرة. وقد جمعت خلال 36 أسبوعا 1240 نقطة أهلتها لتحتل المركز الأول على المستوى العالمي. ويتوقع بأن تكون العداء راهيل منافسة قوية في سباق اختراق الضاحية العالمي الذي تستضيفه أستراليا في 18 من فبراير القادم. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه ينتظر توضيحات من بوركينا فاسو بشأن طلبها المحتمل لانسحاب القوات الفرنسية من أراضيها في غضون شهر. وتأتي هذه الأنباء في سياق توتر متزايد بين البلدين منذ عدة أشهر. واعتبر ماكرون خلال مؤتمر صحفي في باريس أن الأنباء التي تنتشر في وغادوغو بشأن طلب انسحاب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر تخلق ارتباكا كبيرا، مشيرا إلى أنه بانتظار أن يتمكن الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري من التغيير. وحسب ما ورد في رسالة من سلطات وغادوغو أرسلها مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية، طلبت بوركينا فاسو انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها في غضون شهر. وتواجه فرنسا احتجاجات على وجودها في بوركينا فاسو منذ أشهر عدة. هددت إيران بالرد بالمثل في حال صوت البرلمان الأوروبي لصالح إدراج الحرس الثوري على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية والدعوة لفرض عقوبات عليه، حسب ما قال وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان. وجاءت هذه التصريحات في يوم بحث البرلمان الإيراني الخطوة الأوروبية في جلسة مغلقة شارك فيها وزير الخارجية وقائد الحرس اللواء حسين سلامي. وطلب البرلمان الأوروبي الخميس من التكتل القاري إدراج الحرس على قائمة المنظمات الإرهابية بما يشمل فيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية وقوات التعبئة. هذا وقالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي أن وزراء التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران. وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي أن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسما لقائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات خلال اجتماعهم. قالت وكالة التاس الروسية الحكومية أن سفينة حربية روسية مسلحة بصواريخ تفوق سرعة الصوت من الجيل الجديد ستشارك في تدريبات مشتركة مع القوات البحرية للصين وجنوب أفريقيا في فبراير المقبل. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري دبلوماسي قوله أن الفرقاطة الأدميرال غورشكوف التي تحمل صواريخ سيركون ستجري مناورات بحرية بمشاركة سفن من جنوب أفريقيا وروسيا والصين في الفترة من 17 وحتى 27 من فبراير المقبل. من جانبها قالت قوات الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا أن التدريبات ستجرى في غضون 10 أيام في مناطق مدينة تيربان الساحلية وخليج ريتشاردز، وذلك بهدف تبادل المهارات التشغيلية والمعرفة بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث. وأجرت الفرقاطة غروشكوف تدريبات في البحر النرويجي هذا الشهر بعد أن أرسلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المحيط الأطلسي في إشارة للغرب بأن روسيا لن تتراجع عن الحرب في
مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. المجلس الشعبي في الإقليم الجنوبي يعقد اجتماعه الدوري في مندفرات. تطور في الخدمات الصحية في مستشفى الرضا. العداءة راهيل دانييل تحرز المركز الأول في سباق اختراق الضاحية المقام في بلجيكا. ماكرون ينتظر توضيحات من بوركينا فاسو بشأن انسحاب القوات الفرنسية. وإيران سترد بالمثل في حال إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب. فرقاطة روسية تشارك في تدريبات مشتركة مع الصين وجنوب أفريقيا.